أطيب معروك سوري برمضان. شايفين هالمنظر؟ بشهي، الريحة والطعم والعجينة بتعقد. لازم تجربوها وتعطوني رأيكم. والسر بالعجينة: حليب، زبادي، مي دافي، خميرة، والسكر، ونخلطهم شوي مع بعض. رح ضيف البياض فوق السوائل. رح ضيف 3 كوب طحين، وإذا احتجت بعد زيادة بضيف بعد العجن. محلب ملعقة صغيرة، شومر نص ملعقة، حبتين من المستكة مطحونين مع السكر، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة ملح، نص ملعقة صغيرة فانيلا بودرة. نخلط المكونات. رح ضيف 90 جرام زبدة، رح ضيف ملعقة كبيرة ماء الزهر، رح ضيف شوي طحين حتى تكون عندي عجينة متماسكة وطرية ومطاطية. نشوف العجينة، ما شاء الله القوام طري مثل ما شايفين ومطاطية، والريحة بتشهي. نجمع العجينة بإيدنا مثل ما شايفين. شوفوا القوام شو ناعم ومطاطي. وهي العجينة شايفين شو ملسة ما شاء الله. رح نتركها ترتاح تقريبا ساعة. رح ادهن الوجه بس بشوية زيت. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. راح رش رشة سميدي واقسم العجينة قسمين. راح مد قسم بهالشكل هاي، وارجع افرده بصينية. هاي السماكة تقريبا سنتي سنتي ونص. وبكاسة عندي راح اغطها بشوية طحين واعمل هالشكل هاي الحلو على وجه العجينة، وراح نخليها ترتاح 20 دقيقة. القسم الثاني راح نشكله بهالشكل هاي. عندي تمر انا نكهته بالقرفة والهيل. راح مد الكرة بهالشكل هاي واعمل كعكة المعروك. راح احشيها هاي العجينة برول التمر ولفها مثل ما واضح بالفيديو. والقسم الثاني من الكرات راح احشيهم كرات كل وحدة لحالها، وكمان نريح العجينة بعد ما نخلص 20 دقيقة. للوجه صفار بيضة، حليب، نسكافيه وخل. رح امزجهم مع بعض. الصينية بعد التخمير 20 دقيقة. شوفوا ما شاء الله كيف انتفخت. رح ندهنها بخليط الوجه ورشة من السمسم على الوجه. فينا نرش حبة البركة كمان اختياري. على فرن حامي درجة حرارة بين 200 و 220. تاخذ تقريبا من 15 و 20 دقيقة. شوفوا لي على هالمنظر بعد ما طلعت من الفرن بتشهي. شوف رح نتركها دقيقتين. شوفوا لي شو طرية. شوفوا من تحت. يا سلام يا سلام يا سلام، ما بخبركم الريحة بتشهي. ندهن الوجه بقطر مع رشة فستق حلبي على الوجه وجوز الهند من الورد. ويا عيني على جمال المعروك السوري اللي على أصوله. الريحة بتشهي. شوفوا الطراوي، يعني شي من الآخر. جمال وريحة ولون وطعم. يا سلام، صحتين وعافية. الصينية الثانية طلعت معي. شوفوا الجمال. شوفوا الجمال. شوفوا شو هي اسفنجية يا جماعة، بتعقد. بتجنن. شوفوا الطراوي. الله صحتين وعافية. لازم تجربوها.